ما تدفع يا صاحبي 7000 يورو وتروح تشوف امك وابوك واخواتك. ايه بقالك 10 سنين ولا 15 سنه في اوروبا ولا في ايطاليا ما عرفتش تلم ال 7000 يورو؟ مستخسر تشوف ابوك وامك وتدفع لهم 7000 يورو؟ وبعدين انت عارف ال 7000 يورو بتروح لفين؟ حضرتك هربت من الخدمه العسكريه وفي عساكر ماتت ضحت بروحها عشان خاطر اهاليها. اهاليها دي بتاخد بقى مكافآت ان هي جابت عيل راجل او جندي راجل او ضابط راجل كان واقف على الحدود وعمال يحمي لك اهلك، وحضرتك قاعد بتعرض في اوروبا عمال تعمل فلوس مش عارف اله ما ترجع بيها الفلوس دي كلها. ايه يا اخوانا التعريض بتاعكوا ده؟ وايه اللي دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار؟ حضرتك ما قدمتش الخدمه العسكريه يبقى تدفع ال 7000 وانت ساكت، عشان في ضباط وعساكر ماتوا في الجيش بسبب حضرتك. حضرتك سبت المكان ومشيت والناس وقفت في مكانك، فالناس دي ماتت، فاهل الناس دي لازم تتعوض بفلوس. وانت تفكر ايه؟ تتفكر لما ظابط يموت ولا عسكري يموت مش بيعوضوا اهله ولا ايه؟ ده كان راجل مش زيك لابس لي طرحه وقاعد في ايطاليا ولابس لي حلق يا شويه نسوان. انت مستخسر في ابوك وامك 7000 يورو تدفعهم وبقالك 10 15 سنه في اوروبا؟ يا منتنين يا جدع. روح الهي ما تشوفهم خالص طول حياتك. ايه رايك؟ شوف الدعوه دي، قول له يا امين في الكومنتات، يا قول له يا امين يا